نزلت عشان اجيب سمك بس ايه قطقطت كده شويه حاجات لان انا عندي بطاطس وبتنجان وانا جايبه كميه بتنجان رومي لاننا احنا بنحبه ناكله بابا غنوج كده بنعمله مهروس بالطحينه. وممكن نقليه نعمله مسقعه. يعني بنحب البتنجان هنا بابا غنوج نعمله مسقعه. فانا كنت جايبه 10 كيلو وعندي بطاطس. عندي كل حاجه في التلاجة وليمون وكله. انا نزلت بقى لقيت بصراحه بتنجان. لقيت بتنجان محشي قلت مش معقوله ان انا افوت ما اجيبش البتنجان كده. لقيت بتنجان محشي فجبته في السكه معايا لان احنا هنا بنعشق البتنجان عن الكرنب كمان. اللهم صل على النبي. جبت 4 كيلو بتنجان جبته على 5 جنيه. كانت بتقول لي الكيلو ونص خدته على 5 جنيه. اللهم صل على النبي. وجبت ربطه الخضار بجنيه. لا جبت الستة بخمسة. جبت الست ربط خضار ب5 جنيه. ولقيت جوافة كده مع الراجل. هي وسط بس بصراحة قلبها سكر. والله العظيم لقيت قلبها سكر. في جوافة بتلاقوها مسكرة كده وفي جوافة بتلاقوها مسخ. والله العظيم يعني هما اللي كانوا قدامه أصلا. وزنهم قلت له طلعوا كام؟ قال لي 3 كيلو. خدت. وكان بيبيعها أغلى من كده لأن دول كانوا آخر حاجة قدامه. خدتهم على 10 جنيه. خدت ال3 كيلو ب30 جنيه. وجبت 5 كيلو دقيق سايب. الدقيق السايب ده أنا بالفطير ما بيبقاش حلو بالفلاور لاند. انا جبت 6 كيلو قلت له يمكن يهف عليا اعمل فطيرتين كده. لان انا هافف عليا اكل فطير الايام دي. جبت 5 كيلو في كيس وقلت له هات كيلو لوحده كده. انا عندي دي جوه فلاور لاند اصلا بس الفطير ما بيبقاش حلو في الفلاور لاند. السايب انا جربت ده وجربت ده. السايب ده بصراحه بيطلع تحفه معاكم مورق كده وجميل. انا جبت الكيلو ب 19 جنيه. كيلو دقيق السايب ب 19 جنيه. جبت 6 كيلو. يبقى جبت بتنجان وجبت الخضار بتاعه ولقيت جوافه كده مع الراجل خدتها. خدت ال3 كيلو ب30 جنيه. لقيتها مع السلق ده. هي مش باينه في الكاميرا قوي كمان مش عارفه طالعه خضره ليه كده. ده هي بيضه وحلو. ولقيت واحد بقى قاعد كده بروق رحت عليه. انا كل ما اخرج اجيب توك من دي البوس. التوك ده كل ما اخرج اجيب توك من دي. يعني انا بحب انفع الناس اللي بتبيع الحاجات دي. بصراحه لقيت معاه الوان كده قلت له لا ده شكلهم مش حلو. خدت ال3 تايجر لاني معاه الاشكال قلت له لا شكلها مش حلو. وخدت 4 ربط منه اساسا. الولاد البناطيل بتاعتي الترنجات بيبقى فيها رباط كده. الرباط بيتخلع كده بيتخلع كده ما بلاقيهوش. فالاستك دون في البيت حلو. انا بحب اجيب الحاجه في الشقه واركنها. بتبقى لها يعني بتبقى لها عوزه. انا حبيت ان انا إيه حبيت ان انا انفع الراجل يعني. وجبت منه ابر. بصراحه البت بصي مش مخليه لي ابره في الشقه. جبت منه ابر. دي ابر كده شفتوا الابر. استنى. ابر كبيره وابر صغيره مليانه. دي ب20 جنيه بس جميل. احسن ما نقول لحد اديني ابره. اللهم صل على النبي. والبنس دي مش عارفه انا جبتها ليه اصلا. البنس دي بقول له يايا البنس دي لسه موجوده. قال لي بقى لها تمن دلوقتي. دي تقريبا باني خدتها ب10 جنيه منه. قلت له هاتها. كل حاجه بيبقى لها لازمه برضه. كل حاجه بيجي وقتها. وخدت منه علبه البتاع دي. هو اداها لي تقريبا على الحاجات دي لان انا اشتريت منه حاجات كتير. ولقيت انا عندي مقاور من بتاعه البتنجان. لقيت دي عجباني معاه كده. خدتها منه. خدت منه الاتنين ب10. قال لي الواحده ب5. حاولت ان انا اخد التلاته ب10 قال لي لا. قلت بقى مش مستاهله ان انا افاصل في 5. هو اصلا غلبان كده. هو يعني قاعد بيسترزق بيقول لك الحسنه المداريه في البيع والشراء. فانا حبيت ان انا اشتري منه الحاجات دي. اللهم صل على النبي. اداني شويه الحاجات دول كلهم ب50 جنيه. لان دي ب20. وجبت ب10 توك وب10 اساتك. ادي 40 ودول ب50. لا انا رجعت حسبت على البنس لوحدها الاخر ب60 جنيه. اللهم صل على النبي. دول خدتهم ب10 جنيه الاتنين. قلت كفايه اتنين لان انا عندي برضه. دول بقى انا كنت جايباهم من محل جمله فوق عندنا. جبت فرشتين لان الفرش البت بصي بنتي بترميها لي من البلكونه. جبت فرشتين. انا جبت الفرشتين دول ب50 جنيه. دي تقريبا قال لي ب33 ودي ب16. المهم اديته فيهم 50 جنيه. قلت له الاتنين يلا ب50. خدتهم ب50 جنيه خدتهم ب50 جنيه. دي ب33 ودي ب15.
هو انا حسبتهم وانا واقفه ب50، قلت له مش مشكله بقى. ودي بصراحه انا بجيبها من الصيدليه ب70 جنيه، لقيتها عنده ب40 جنيه. رخرة ما دققتش في الفرش عشان كده. انا جايباها من الصيدليه الفيبيكس، دي تحفه، احسن من ريكسونا المزيل العرق اللي هو بيبقى سايل دون. دي احلى، ده كريم دون. استنى، ده كريم دون، ده الحجم الكبير على فكره، في اصغر منها، في اصغر منها. دي ب40 جنيه، دي ب40 جنيه. انا جايباها من الصيدليه قبل كده ب70 جنيه والله العظيم. ودي في الصيدليه تقريبا ب36 جنيه او حاجه زي كده. دي كلوري حنه سمراء، جايباها ب30 جنيه من الجمله. ده محل جمله بيبيع شامبوهات وكريمات وصابون، وبامبرز واريال. يعني دي محل جمله فوق عندنا على الطريق عندنا. السمك بقى، انا نازله عشان السمك اصلا، انا نازله عشان السمك. جبت سمك، اللهم صل على النبي. جبت وزنتين السمك حلو، انا جايباه على 50 جنيه، جايبه السمك على 50 جنيه. جبت وزنتين، كل كيس 3 كيلو، جبت 6 كيلو سمك. اللهم صل على النبي. وجبت، انا خدت ال2 كيلو ب100 جنيه، بس جميل، ده هي حلو. خدت ال2 كيلو ب100 جنيه، ده طالعه في الكاميرا صغيره والله. قالت لي ب60، قلت لها لا دخلي بقى السمك في دون. انا خدت السمك ب50، قلت لها يلا بقى، ده انا بتوحم عليها وكده، فقامت ضحك. انا لا بتوحم ولا نيل. اللهم صل على النبي، بس انا اصلا بحب اضحك كده. خدت منها 2 كيلو باغه ب 100 جنيه، وخدت 6 كيلو سمك على 50 جنيه. انا كنت نازله عشان السمك بس، لان انا عندي كل حاجه في التلاجة، لان انا كنت عامله تسويقه كبيره قبل دي. انا بنزل تسويقه بالشهر اصلا، ما بنزلش كل اسبوع. بس قلت بقى بدل ما اركب توك توك على السمك بس، لا اما اقطقط شويه حاجات كده. لقيت جوافه بصراحه جبتها، وجبت شويه الدقيق دول لان هف عليا اعمل فطيرتين. وجبت ايه كمان بقى، جبنا 5 كيلو زيت. كيلو الزيت النهارده ب70 جنيه برضك، انا كنت جايبه اخر مره ب70 جنيه. اللهم صل على النبي. جبت 5 كيلو ب350 جنيه، لان انا ما بنزلش كل اسبوع. الحاجه في البيت يا جماعه احسن من الجنيه في البوك، انا عندي كده، عندي تبقى كل حاجه في شقتي احسن من الجنيه في شقتي. كل حاجه بتمد ايديكي في الشقه كده تلاقيه. اللهم صل على النبي. وجبت بقى شويه بهارات، استنى. جبت بقى، ما فيش حاجه بتخسر في الشقه، يعني اي حاجه تجيبيها دي مش يعني مش خساره. بتمدي ايدك تلاقيها، بتلف لفتك كده بتلاقي الحاجه خلصت، تلاقي في بديل لها، يعني بتلاقي الحاجه موجوده عندك. اللهم صل على النبي. ما فيش حاجه هنا بتخسر عندنا، كل حاجه بتبقى حلوه في الشقه. جبت ربع كيلو سمسم، وربع كيلو سمسم محمص. انا ما بحبش اجيب السمسم اللي هو مش محمص دون. انا بعمل بالطحينه، لو عملت الطحينه باللي هو بيبقى مش محمص دون، بتطلع الطحينه ممكن تعفن بسرعه، بتبوظ معاكي بسرعه. فانا يستحسن انا بستعمل ده احسن. اللهم صل على النبي. وجبت دي بهارات كبسه، حتى الراجل قال لي كاتب عليها كبسه، قلت له ما هي معروف. جبت تمن برضك ب20 جنيه. جبت تمن بهارات كبسه كمان، لان انا استعمالي في بهارات الكبسه دي كتير. انا كنت جايبه تمنين قبل كده، ودي برضك قلت اجيبه بالمره معايا كده، برضك مش هيخسر معايا. وجبت شطه، حتى قلت له الشطه انا مش غاويه شطه، ابو ادهم اللي غاوي شطه والولاد. قلت له لو الشطه بارده هبعتها لك، قال لي لا والله يا حامي. قلت له لو بارده هات لي تمن، لو حاميه هات له ربع كيلو. جبت ربع كيلو ب30 جنيه، كان هيوزن لي التمن على 15. قلت له لا هات لي ربع. وده ده بقى الكركم، جبت تمن كركم. الكركم دون بيبقى حلو، انا بحبه برضك بحطه برضك في الكفر بتاع الاستريبس، يعني بستعمله في حاجات كتير، بيخلي الاكل لونه حلو كده برضك وبيبقى حلو. اللهم صل على النبي. وجبت تمن فلفل اسمر. تمن الفلفل الاسمر النهارده بكام؟ ب48 جنيه. جبت تمن. وجبت تمن كمون، جبته تقريبا تمن الكمون ب37 جنيه تقريبا، ما عندوش الا دول كانوا مطحونين. حسبهم على 35 جنيه، ودي اسعار النهارده. جبت 5 كيلو زيت، دول 2 لوحدهم واتنين لوحدهم، وده كيلو. ان شاء الله بقى انا بعبهم في ازايز كده. ده بقى انا ما اعرفش احنا انا بحس ان احنا بنشرب الزيت مش بنقلب، لان استعمالي في الزيت كتير، بنقلب بتنجان كتير، بطاطس كتير، يعني سمك. الحاجات دي بتحتاج زيت كتير، فانا بضطر اجيب الزيت كده كتير عندي، لان زيت التموين عندي ما بيتكفيش. انا باخد انا وابو ادهم بس، ازازتين اتنين بس.
فطبعا مش هيكفينا طول الشهر ازازتين. والله العظيم انا ممكن اجيب، يعني بجيب مرتين في الشهر، يعني بجيب 5 كيلو 4 كيلو ممكن، ده في الشهر، لان احنا استعملنا كتير في الزيت. والنهارده بقى قلنا لكم اسعار النهارده كده، البهارات بتاعتنا والزيت، وشويه الحاجات اللي احنا جبناهم من السوق دول كمان برضه. وجبت ب10 جنيه حبهان، ده بحطه في الشوربة، طبعا شوربة لحمة، شوربة فراخ. الحبهان ده انا ما بستغناش عنه بصراحة. انا جبت ب10 جنيه بس. ليه جبت ب10 جنيه بس؟ لانه بيبقى بينشف كده فبس يعني بجيب ب10 جنيه في 10 جنيه، لان بيبقى اخضر. بعد كده ان فضل عندي كتير بينشف. فانا بحب يعني اجيب ب10 جنيه بس بستكفى بيهم. اما بيخلص بجيب تاني. قلت له بقى عندك بابريكا؟ لقيته بيقول لي عنده بابريكا بس المدخنه اللي بتبقى الغامقه. بصراحه دي بتغمق لي الاكل. يعني مثلا ممكن احطها على اللوبيا، الاقي اللوبيا قلبت بني. احط مثلا شويه كده صغيرين على صلصه المكرونه، على على شوربه العدس. بحب احط سنه صغيره كده، بلاقيه قلب لبني. ما بحبش البابريكا المدخنه دي، انا بحب الحمراء اللي بتبقى لونها فاتح. فما لقيتش عنده بابريكا بصراحه من اللي انا عاوزاه. فقلت له ابقى هاتها وكده، وانا هبقى اجي اخدها منك. اول مره بتخشوا قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني.